سنين بكلمكم، وبقالي 5 سنين بأذكر إخواني وأحبابي بالله سبحانه وتعالى، وبقالي 5 سنين بتكلم عن الحجاب، وبتكلم عن الصلاة، وبتكلم عن بر الوالدين، وبتكلم عن صلة الأرحام، وبتكلم عن الصدق والوفاء والأخوة. وآخر دروس كنا بنديها في رمضان كانت كوكب تاني، وبنقول عايزين كل يوم نطلع كوكب أخلاق عشان نتعلم الأخلاق، لأن فعلا احنا بقينا في جو أخلاقي مسموم بجد. والله العظيم يا جماعة، أقسم بالله العظيم، النهارده بمول العربيه بنزين في بنزينه، اقسم بالله العظيم والله لقيت الشاب اللي بيملى العربيه بنزين بيقول لي يا شيخ محمود، هي الدنيا اتملت غدر كده ليه؟ فسكت، فلقيته يعني دموع في عينيه. قلت له خير؟ قال لي انا اتغدر بيا من زوجتي ومن اهل زوجتي، واتعمل فيا عمايل، واتحرمت من بنتي، واتاخد عفش بيتي، واترفعت عليا قواضي بظلم وعدوان عشان بس رفضت امر غلط بيحصل. اتغدر بيا واتعمل قلت له حبيب قلبي، كل اللي عايز اقوله لك كلمه واحده، ان الزمن اللي احنا عايشين فيه ده فعلا زمن فتن بجد. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم حديثين، وقلت لكم اكتر حديثين بيؤلموا قلبي، والله العظيم الحديثين دولت اقسم بالله كل ما افتكرهم على طول بعقب بعدهم واقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. إيه اللكع؟ إنسان اللي عنده لا دين ولا أخلاق ولا عنده أي شيء، ولا عنده قيم ولا عنده مبادئ. ودول كتير أوي أوي، كتير أوي أوي أوي، حتى في مجال الدعوة، وحتى في مجال الدين، وحتى في مجال القائمين على القنوات الدينية. تجد منهم أخلاقيات لا تجدها عند القنوات اللي بتقدم كليبات أغاني. بتوع كليبات الأغاني بيحترموا أهل الدين، وقد تجد رجل قائم على قناة إسلامية ولا يحترم أهل الدين ولا يحترم الدين نفسه. كل مسألة عنده مسألة بيزنس ودنيا وفلوس، واللي يكسبه والدنيا يعني معاه ملخبطة على الآخر، عايز بس فلوسه بس. احنا بقينا عايشين في زمن فتن. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويكذب فيها الصادق. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنا قابلت ناس أفاضل، ناس من خيرة الناس، كانت الكلمة اللي بيقولوها لي والله العظيم ما أنسى الكلمة دي. كان الناس الأفاضل دولت اللي لا يخلو منهم زمان ولا مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. كان واحد منهم يقول لي والله يا شيخ محمود، أنا لا يشرفني أبدا إن أعيش في الزمن ده. قلت له صدقت فعلا. ارجع لأكثر من 1400 سنة، شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب يخش عليه رضي الله عنه وارضاه، ويلاقي النبي نايم على الحصير، وقد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الديباج والحرير، وأنت يا رسول الله تنام على الحصير؟ معقولة؟ هي دي قيمتك يا رسول الله؟ فالنبي يغضب، مش ما يفرحش، ما يقولوش ايه شفت يا عمر بقى، شفت انا مستحمل ايه ولا لا، ما قالوش كده. فاذا بالنبي يغضب ويقول: افي شك انت يا ابن الخطاب؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ هي دي اللي انا عايز اقولها، ان الناس المحترمين، الناس اللي عندهم مبادئ، الناس اللي عندهم اخلاق، عايز اقول لهم عزائكم ان دي مش دنيتكم، ان الدنيا ديت اللي احنا عايشين فيها ديت مش هي دي الجوله بتاعتكم، جولتكم هناك، لأن الحياة الحقيقية أصلا هناك. يعني شوف ربنا بيقول إيه عن إن الإنسان، بيقول إيه يعني يوم القيامة؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، اللي هي فين؟ الآخرة مش الدنيا. وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. شوف قد إيه؟ يبقى إذن إن الإنسان المحترم اللي بيهضم حقه، اللي محدش بيقدره، اللي محدش يعرف قدره، اللي محدش يعرف قيمته، في نفس الوقت يرى المنافق والكذاب والمدلس واللي بيمسح جوخ يجده محطوط فوق الرؤوس، ما تزعلش، هي دي دنيتهم. سيبه ياخد ويشيل ويحوش ويلم ويكوش ويبني ويعلي. قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى عالي، قدرك عند ربنا غالي. لو الناس ما عرفتش قدرك، يكفي ان ربنا يعرف قدرك. شوف حبيبنا، حد فينا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم في عز ما هو رايح للطائف، عايز ياخد بايدهم للجنه، يضربوه
ويعوروه ودماؤه تنزف صلى الله عليه وسلم، ويوصل لحائط ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني. هوان مين يا جماعة؟ هوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهواني على الناس. يجي بعدها على طول مباشرة رحلة الإسراء والمعراج، كأن المولى عز وجل بيقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم إن كان أهل الأرض مش عارفين قدرك وقيمتك يا رسول الله، تعال اطلع فوق، شوف قدرك وقيمتك عند أهل السماوات السبع. ما يهمكش ولا تزعل، ما يهمكش لما تكون شغال في شغلانه وانت انسان صادق ونظيف اليد وانسان نزيه ومحترم وامين وصادق، وتلاقي نفسك ما حدش مقدرك ولا حد عامل لك قيمه ولا حد اصلا بيلتفت اليك، وتجد المنافق والمدلس والكذاب واللي بيمسح جوخ والعياذا بالله الناس اللي مش كويسه بيتضرب لهم تعظيم سلام، ما يتحصلش قلبك، لان هم ليهم الدنيا